في قديم الزمان، في قرية بعيدة تحيط بها غابات ساحرة، عاشت فتاة اسمها ليلي. كانت ليلى تحب المغامرات وتحلم باكتشاف أسرار العالم. في أحد الأيام بينما كانت تتجول في الغابة، وجدت قلادة ذهبية تلمع تحت أشعة الشمس. عندما لمستها شعرت بطاقة غريبة تسري في جسدها، وفجأة سمعت صوتا خافتا يهمس لها: أنت المختارة يا ليلي. هذه القلادة تحمل سحرا عظيما، لكنها تحتاج إلى قلب شجاع لكشف قوتها. مندهشة قررت ليلي كشف سر القلادة. قادها ضوء غامض إلى بوابة حجرية قديمة في وسط الغابة، وعندما وضعت القلادة في تجويف على الباب، انفتح فجأة ليكشف عن عالم خفي مليء بالمخلوقات الغريبة. وهناك قابلت حارسا حكيما يدعى أرزان، أخبرها أن القلادة تخص ملكة مفقودة، وأن عليها إعادتها إلى القصر الذهبي في أعماق الغابة. ولكن الأمر لم يكن بهذه السهولة، حيث كان هناك تنين شرير يحرس القصر ولا يسمح لأحد بالدخول. بشجاعة واجهت ليلى التنين، لكنها لم تستخدم القوة، بل تحدثت إليه بحكمة. علمت أنه ليس شريرا، ولكنه مسحور لحراسة القلادة. عندما وضعت القلادة على صدره انكسر السحر، وعاد التنين إلى أمير مسحور. شكرها الأمير وأخذها إلى القصر الذهبي، حيث وجدت الملكة المفقودة التي كانت والدته. بفضل شجاعتها استعادت المملكة سحرها، وعادت ليلى إلى قريتها. لكن هذه المرة كانت بطلة حقيقية تروي قصتها لكل من يحلم بالمغامرات. العبرة من القصة: الشجاعة والحكمة تستطيعان كسر أقوى السحر، والمغامرات تبدأ دائما بخطوة